لو انت عايز تروح البحر وعايز تعرف انت ممكن تشتري حاجات بكام، هنا طبعا البحر عندنا انت عادي تروح جدا، وعادي ان انت تروح لغاية المية، محدش هيوقفك يقولك الشط هنا بفلوس يا استاذ، ولا ده شط مش عارف مين لازم تدفع له كذا، والشط التاني ارخص والشط التاني اغلى. وممكن يحط عليك بقى شوية قيود ان انت لازم تدخل تشتري اكل من المكان اللي انت داخله. لا، هنا عادي جدا، انت ممكن تشتري حاجاتك، الفحم بتاعك، الفراخ بتاعتك، اللحمة بتاعتك او الكفتة او الكباب زي ما بتسميها، تجيب المارشميلو بتاعك، تاخد الشاي بتاعك معاك، النار بتاعتك والغاز بتاعك معاك، وتروح طالع ورايح تعمل اللي انت عايزه. طبعا انا مش بعمم فكره ان احنا مثلا عندنا ان البحر مش بندخله ببلاش، لا، في اماكن تقدر تروحها ببلاش مفيش اي مشكله، بس ساعات بتبقى الاماكن الجوده بتاعتها مش زي جوده الاماكن اللي ممكن تدفع لها فلوس. فلو احنا رايحين البحر هنا وعايزين نشتري حاجات، بنشتري ايه وهنصرف كام؟ ده اللي احنا هنقوله معاكم في الفيديو بتاع النهارده، فتابعوا معانا. طالما النهارده شمس فبالنسبه لنا بنقضي اليوم على البحر، لانها من الايام النادره اللي بيكون فيها شمس وكده. فاحنا حبينا نقضي اليوم النهارده على البحر. فعلى البحر احنا بنشتري ايه يعني؟ فراخ، كفته، يعني احنا بنشتري الماتيريال نفسها واحنا بنعمل. تمام. فاحنا قررنا ان احنا نجيب فراخ، نجيب لحمه مفرومه، ممكن على حسب اللي هنلاقيه متاح. وهنجيب ايه تاني؟ ممكن تجيب حاجات تتسلى بيها بقية اليوم، يعني بناخد معانا ممكن طبعا الفحم ده ضروري، غاز او حاجة نولع بيها. ومحتاجين حاجة كمان نتسلى بيها، زي مثلا ممكن نجيب لب، شيبسي، كاندي، اي نوع حاجة بتخليك يعني تقضي الوقت وانت قاعد مع اصحابك بتحكي وبتتسلى في نفس الوقت. هو يعني ما يغركوش الهوا ان فيه هوا، بس هو الجو شمس خالص. يعني فالنهارده درجة الحرارة غالبا معدية 30 او حاجة زي كده. بس لما بتكون في وسط الغابة بيبقى فيه هوا، لكن لما بتمشي في الشارع بيكون الجو حر. فدي من الحاجات الحلوة ان احنا نقضي اليوم على البحر، يعني يوم مشمس. هو غالبا الشهر ده كله فيه 8 ايام مشمسة، فاحنا ده من الحاجات النادرة ان احنا نستغلها، فاهمين؟ يعني حاجة كويسة. طبعا هنروح نشتري الحاجات، هنشوف اسعارها. هي على فكرة يعني الموضوع على البحر يعني مش هيكلف كتير، لان احنا بنكون مجموعة مع بعضينا. حتى لو انت لوحدك انت ممكن تعمل حاجتك في البيت وتاخدها معاك يعني على البحر عادي. او لو مجموعة لا، استمتع بقى بالشوا والجو والدنيا دي والبحر. فاحنا مجموعة مع بعضينا من اصحاب قررنا ان احنا نطلع، فعشان كده هنقرر ان احنا نشوف ايه الاسعار، الحاجات اللي احنا متاح ان احنا نشتريها، وهنوريكم معانا الاسعار وهي هتكلف كام. الموضوع بسيط خالص وممتع خالص يعني، فده كل الموضوع. وكده نكون وصلنا ايه السوبر ماركت اللي احنا هنشتري منه. هندخل بقى نشتري الطلبات ونقول لكم الاسعار بتاعتها، فخليكم معانا. اشترينا الطلبات وكل حاجة ورجعنا البيت عشان خاطر نوري لكم كل حاجة والسعر بتاعها، ونعرف لو انت عايز تروح البحر مثلا وانتوا 5 افراد ممكن تصرفوا كام لو انتوا في نوفو سايبرسك. ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، وانا متأكد ان الاسعار هتصدمكم يعني هتقولوا ده ازاي، ولكن كل حاجة متصورة قدامكم، فيلا بينا نشوف مع بعض. ودي الحاجات اللي احنا اشتريناها. تمام. اول حاجه الاطباق اللي احنا هناكل فيها، احنا اشترينا 3 اطباق. هنا الاطباق فيها الكوبايات نفسها، المعالق، المناديل والكوبايات زي ما قلت لكم، والاطباق نفسها يعني شامله كل حاجه. هتشرب عصير، هتشرب شاي، هتشرب ايا كان ايه على البحر. الاطباق اللي هتاكل فيها في المعالق في المناديل. فاحنا اشترينا 3، هو اكتر من احتياجنا، لان غالبا في 5 أو 6 اطباق في كل واحده. فده واحنا بس 5، فاهمين؟ يعني لو كل واحد خد طبق هو ده هيكفيه، بس لو عوزنا طبق زياده ولا حاجه يبقى معانا كفايه. اول حاجه اشتريناها. ثاني حاجه اشتريناها للتسلي على البحر، ده لب. تمام. حجمه كبير 200 جرام يعني. تمام. اللب هنا مش من المحمص زي مصر، هنا كله معلبات. تمام. بس ده انضف نوع لغايه دلوقتي وطعمه كويس خالص يعني بالنسبه لنا. ده دي تاني حاجه. وبعلى صوت. اوكي. تالت حاجه، مع ان معانا مناديل في الاطباق والحاجات دي، بس اشترينا علبه مناديل لما يبقى معانا زياده احلى. رابع حاجه علبه كبريت. ماشي. دي سعرها 3 روبل، دي ارخص حاجه في الموضوع، علبه كبريت جنيه ونص مصري. خامس حاجه جنب الكبريت لازم تحط
الغاز ده طبعا عشان نولع الفحم اللي احنا هنشوي عليه. تمام، ده الغاز. الفحم مشغلهولكوا، هو كيس فحم كده يعني كبير. تمام. ثالث حاجة احنا اشترينا دي، عارفين لو عايزين تشوفوها، دي بطاطس، بس بطاطس صغيرة هنشويها. تمام، دي بطاطس احنا مشترين كام واحدة صغيرين بس عشان الشوي، حجم صغير. بطاطس تتحط مع اول ما النار تبقى صافية كده وهادية نحطها تتشوي. تمام، دي بطاطس. مع البطاطس برضو للشوي بتنجان، عارفين انتوا بتنجان الحشو ده. تمام، بس احنا نشويه. احنا جايبين بس 2، يعني اصلا الفطار 5، احنا بس عشان هيدي طعم او اكتر مع الحاجة اللي هنعملها بتنجان دي. تمام. وعشان نعمل مع الفراخ على الشوي هنعمل معاها رز، فجبنا كيلو رز. هو مش كيلو، هو غالبا 800 او 900 جرام، يعني كيلو. احنا متعودين نقول كيلو رز في مصر كيلو كده. رز. فبالنسبة لنا ده كيلو الرز اللي احنا جبناه. تمام. وده عشان جو حر النهارده، فاحنا دي دوبري كولا، دي مش بيبسي. تمام، مكتوب هنا دوبري كولا. هي طبعا انتوا شايفين شبه البيبسي، لكن هي مختلفه تماما، حتى الطعم مختلف. بس في النهايه عشان احنا متعودين نقول كولا كولا، فهي بالنسبه لنا دوبري كولا. ودي على فكرة شركة روسية، مش شركة تبع اللي احنا ملناش دعوة بيه، يعني دي من الشركات اللي احنا نستخدمها عادي، ودي احنا بندعم طبعا المقاطعة، فاحنا الحاجات اللي هي تبع المقاطعة بنشتريها، اللي مش تبع المقاطعة مش بنشتريها. فبالتالي احنا مشترين دوبري كولا، شركة روسية، وكوكا كولا روسية. دي كولا مكتوب عليها بالصخر، يعني دي من غير سكر، بس هي محلية يا جدعان يعني تمام، محلية خالص. اوكي. واهم حاجة في الموضوع في ده دي انا من الحاجات اللي انا مش بحبها، دي كبدة. تمام، دي كبدة، بس اللي عايزها ده ماريو يعني بصراحة، مش كبدة انا. فراخ. دي كبدة فراخ، مش عارف ازاي عايز يشويها، انا معرفش اذا كان الموضوع ده بيتم فعلا ولا لا، هنشوف على البحر. بس انا بالنسبة لي نو واي. تمام، بس دي الماريو. اوكي، دي كبدة. دي اهم حاجة في الموضوع. دي 3 كيلو فراخ يا جدعان، هو مش 3 يعني 2 وحاجة، بس يعني تقريبا 3 كيلو. دي دبابيس. تمام، دي للشوي، انا هعمل لها تتبيلة زي المرة اللي فاتت وهناخدها على الشوي على طول. وهنا ده حبيت اوريهولكوا، ده الشيبسي، بس انا معرفش لو ده مقاطعة قولولنا، بس هو هنا مشهور في روسيا، فلو مقاطعة قولولنا. انا معرفش هو ايه، انتاج شركة ايه، شركة ليز. هو شيبسي ليز. عموما لو مقاطعة قولولنا اكتبولنا عشان ما نجيبوش هم تاني. اصلا كل شركات المقاطعة سابت روسيا ومشيت، يعني هي فاحنا مش شركة. عارفين، فاحنا واثقين ان هو لا، بس انتوا اكتبولنا برضه. وده شكله من جوه، انا حبيت افتحها واوريهولكوا. تمام، هو في كمية كبيرة، بس بصراحة الشيبسي هنا غالي يعني. تمام. بس عايزين تعرفوا بقى صرفنا كام في الموضوع ده كله بالفحم طبعا، يعني دي كل الحاجات بس وفي الفحم. تمام، ده الشيك. تمام، ده الشيك. احنا هنا ده لو انتوا شايفين ده السعر اللي هو بتاع الحاجات كلها، اللي هو 2168 روبل. تمام، لكن احنا هنا معانا الكارت الخصم الخاص بالمكان اللي احنا بنشتري منه، هو محل بيستر ومصورنا فيه قبل كده. فاحنا لما جينا ندفع هنا، فاحنا دفعنا 1778، يعني تقريبا في حوالي 300 روبل وشويه خصم. 300 روبل وشويه دول ممكن نقول ان هم بيعادلوا 150 جنيه مثلا كده، يعني 160 جنيه. فدي حاجه حلوه يعني. تمام، اصلا كل ده هيكفي كام؟ 5 افراد. احنا 5 افراد وبنتي يعني تقريبا بنتك مش بتاكل. 5 افراد، 5 افراد تقريبا، يعني الموضوع هي على 350 لا 400 روبل، يعني تقريبا 200 وحاجه مصري. دي اللي هو انت هتقعد على البحر واكل شارب حرفيا، مسترخي، عملت شو، قاعد براحتك، وفي تسليه كمان. والموضوع يعني زي ما بيقولوا فظيع، فول اوبشنز. اتس فول اوبشنز. ماشي. فهو بصراحه الموضوع ما كلفش حاجه، الموضوع بالنسبه لنا يعتبر رخيص. انت لما بتتكلم على 400 روبل هنا هي 8 سندوتش، فما بالك انت قاعد على البحر واكل وجبه كامله فيها فراخ، فيها كبده اللي حابب الكبده، فيها رز. تمام، فيها اللي هي البتنجان المشوي، بطاطس، فيها الشيبسي، فيها الكولا،
فيها كل حاجه، فيها بتنجان، الميه، بطاطس، ميه. فيها المناديل اهم حاجه عشان تمسح ايدك. وبالنسبة للفحم احنا اشترينا 3 كيلو فحم، وتمن الكيس 200 روبل بس. 200 روبل بس، هي بس عشان خاطر 200 روبل دي ولا حاجة، و3 كيلو فحم يعني انت بتتكلم في 100 جنيه مصري. انا مش عارف الفحم بكام في مصر، ولكن هنا بالنسبة لنا 200 روبل رخيص. ولا حاجة. فاحنا حابين احنا نشارك معاكم. لو انت عايز تطلع على البحر 5 افراد كبار يعني زينا، من الناس اللي هي مثلا بتاكل كتير مثلا، تصرف كام؟ تقريبا زي ما ماريانا قسمت لكم الموضوع، 350 روبل ل 400 روبل. 350 روبل او 400 روبل دي ولا حاجه. يعني انت يعتبر بتشتري سندوتشين شاورما، زي ما قلنا قبل كده في الفيديو بتاع الشاورما، ان السندوتش الواحد كان ب 200 روبل، سندوتشين شاورما يعني 400 روبل. او حضرتك بتتكلم في حته انك انت بتشتري سندوتش برجر ب 400 روبل. سندوتش البرجر 400 روبل ده انت اكلت فراخ، اكلت رز، اكلت كبده لو بتحب الكبده يعني زيها، بطاطس، بتنجان، شربت كوكا كولا، اشتريت الغاز، عملت كل حاجه، وقاعد على البحر قدام الميه. محدش بيقول لك اديني فلوس على القعده بتاعتك، ولا هتشتري اجباري من المطعم بتاعه. هو في مطعم هناك بس انت مش مجبر انت تشتري منه. بس فحبينا نشارك معاكم جزء من الحاجات اللي احنا بنعملها هنا لما بنحب نتفسح احنا وزمايلنا. وان شاء الله لو قدرنا نصور فيديو على البحر هنصور، ونشوفكم في فيديو جديد على خير، ومع السلامه.